مشاهدينا الأحبة، وفي هذه التغطية الخاصة ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمود الخفاجي، أستاذ الفكر الإسلامي في الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف. أهلا ومرحبا بجنابك الكريم. نقدم لك تعازينا بهذه المناسبة الأليمة ألا وهي جرح الإمام علي عليه السلام. نقدم تعازينا إلى المسلمين كافة، بل إلى الإنسانية كافة، برحيل هذه الشخصية العظيمة. دكتور، ونحن نتحدث بمعالم هذه الشخصية، بما أنه نحن نتحدث عن شخصية الإمام علي عليه السلام، فنحن نتحدث عن الإسلام لأنه ترجم واقع مبادئ الدين الإسلامي بشخصيته. فكيف يمكن لك أن تحلل لنا مضامين هذه الشخصية باختصار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يستحقه، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والمنتجبين من صحبه الأخيار الميامين. إذا عدنا إلى التاريخ القرآني الذي هو أصدق الحديث، لا نعود إلى صفحات التاريخ فيها المترهل وفيها السمين، لكن التاريخ القرآني يقرأ لنا أنه تاريخ الأنبياء، كل الأنبياء لم يكونوا نبي مفرده، مع كل نبي مجموعة من الأنبياء الأخر، يعني مع هود صالح كان، مع إبراهيم لوط، وإسحاق ويعقوب بعده، ويوسف مع يعقوب، ثم مع موسى هارون، ثم مع عيسى يحيى وزكريا. كل هذه الأنبياء كانت القرآن حدثنا على أنهم أنبياء، مع أن كل الأنبياء جاءوا بمعاجز، والمعاجز مادية تقع عليها الحواس. عصا موسى، عدم إحراق النار لإبراهيم، إحياء الأموات لعيسى، خلق طير، وهكذا. لا نريد أن نستعرض هذه المعاجز، كلها معاجز مادية. شاءت الإرادة الإلهية أن يكون محمد عليه الصلاة وعلى آله الصلاة والسلام أن يكون خاتم الأنبياء. المعاجز تدلل على أن المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن خرقت نواميس الطبيعة وتحولت العصا إلى أربعة، وأحيا الأموات، وكان الطير الذي خلقه عيسى بثت فيه الروح. هذه المعاجز تموت بموت الرسول. عصا موسى انتهت عند موت موسى، انتهت لأنها متعلقة بموسى. عندما يموت موسى العصا لا تنقلب، لا تصبح معجزة، فتكون عند الجيل الذي عاصر هذه المعجزة تكون معجزة تصديق 100%. لكن عندما تنقل إلى الجيل الذي يلي الآباء الذين شاهدوا هذه المعجزة تكون رواية، والرواية ما دامت خارقة لنواميس الطبيعة بين التصديق وبين فيها نوع من الشك. عندما تتقادم عليها الأجيال تتحول المعجزة عند بعض الأجيال إلى خرافة أو أسطورة إذا ما أضيفت إليها من الأجيال بعض الثقافات الزيادات. فهذه المعاجز كلها تنتهي، الله سبحانه وتعالى يعيدها في نبي آخر، وهكذا إلى أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. محمد معجزته ليست مادية حتى تستقل بها الحواس، لأنه إنك ميت وإنهم ميتون، القرآن خاطبه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إذن محمد سيموت يوما أو يقتل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فوجب على الله وجوب لطف، أن يلطف بالأجيال اللي قادمة، لا نعلم آلاف السنوات، لأنه خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء.
فكيف يتحدث مع الأجيال؟ كيف تتحدث المعجزة مع الأجيال؟ ستكون الأجيال بين مصدق وبين مكذب. شاءت الإرادة الإلهية أن تكون المعجزة معجزة عقلية، أينما وجد العقلاء فالمعجزة العقلية تتحدث معهم، ليس معجزة مادية، مع علم أنه وجود معاجز مادية على الرسول عليه الصلاة والسلام، قسم منها جاءت بالروايات وقسم حدثنا القرآن كالإسراء والمعراج، كشقاق القمر، كتحديث مع الجن أو استماع الجن إلى، هذه معاجز مادية. لكن المعجزة الأساسية معجزة القرآن. القرآن حمال أوجه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن هناك أناس ستتقادم على هذه الأجيال في قلوبهم زيغ، سيحرفون الكلمة عن مواضعه كما حدثت في التوراة في الإنجيل، والإنسان نفس التفكير. فعلى الله سبحانه وتعالى أن يرسل لنا مناهج للتطبيق. أنا وأنت سنختلف في مفهوم الآية، في تطبيق الآية، في تطبيق الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام 13 عام في مكة أراد أن يثبت التوحيد. التشريعات كلها أو أكثرها جاءت في المدينة، ثم لم يتفرغ الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. في السنة الثانية بدر، في السنة الثالثة أحد، الخندق، تقريبا أكثر من 70 أو 77 غزوة، وهكذا. فالمنافقين حركة النفاق أكون في المدينة قوم مردوا على النفاق، حركة اليهود بين قينقاع بين قريظة ألهت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هناك مستجدات تستجد على مستوى التاريخ. فكيف يكون عندما نفترق أنا وأنت في مفهوم قضية ما، من الفيصل، من الميزان الذي نزن به هذا العمل؟ هل أنا على حق؟ أنا أرى أني أنا على حق، وأنت ترين أنه، والمشاهد يرى أنه هو على حق، سنختلف في هذا المفهوم. فالله سبحانه وتعالى وضع إن قواعد أو وضع إن موازين تميز لنا بين الحق والباطل. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد هذه الموازين. لو عدنا إلى ولادة هذا الرجل نجد فيها نوع من الإعجاز. يحدثنا القاصي والداني، المخالف هنالك والممالئ. معجزة إلهية حتى في ولادته. ولد في داخل جوف الكعبة. هذا الرجل في شجاعته معجزة، في علمه معجزة، في ذاك الوقت الموغل بالقدم عاش في أجواء البداوة، عاش في أجواء الصحراء. هذا الجو المكي والجو المدني عاشوا كل الصحابة معه في هذه الأجواء واشتركوا معه. لماذا برز هذا الرجل بهالعظمة هذه؟ بهذه العظمة وبهذه الشخصية العظيمة، وخاصة عندما نتحدث عن الإمام علي عليه السلام فنحن نتحدث عن الإسلام بمجملها. فكيف استطاع الإمام علي عليه السلام أن يؤسس هذا المنهاج؟ مثلما قلت جنابك الكريم قبل قليل أنه لكل نبي ولكل رسول معجزة، فكيف استطاع الإمام علي عليه السلام أن يكون معجزة في كل عصر؟ نعم. في سياق كل مكان وزمان يمكن تطبيق منهاج الإمام علي عليه السلام. نعم، علي بن أبي طالب هو منهج حياة. كيف؟ وأولاده المنهج. الرجال تموت، وعندما تموت الرجال تندرس ذاكرته. عظماء كثير على تاريخ الإنسانية تندرس دائما ذكراهم أو تقل ذكراهم، على الأقل يبقى في ذاكرة التاريخ. عندما نأتي إلى علي بن أبي طالب، منهاج حياة جسد في رجل، وهكذا أولاده أيضا. إذا نأتي إلى الحسين إلى الحسن كل له دورة في هذه الحياة. جسد في رجل، منهج جسد في رجل، لأن المنهج نظرية، والنظرية تحتاج إلى تطبيق الأمثل لهذه النظرية. يجب أن يكون هناك مطبق، المطبق ينقل لنا النظرية إلى تطبيق.
التطبيق الحقيقي ستختلف الأمة في التطبيق، وفعلا اختلفت الأمة في التطبيق، لكنه عندما نعود إلى تطبيقات علي بن أبي طالب عليه السلام سنجد أن التطبيق الأمة كلها تقف أمام ذلك التطبيق. من هذه النظرية ومن هذا التطبيق، أنا أسألك سؤال دكتور محمود: كيف استطاع الإمام علي عليه السلام أن يؤسس هذا المنهاج وهذه النظرية بحيث يمكن أن تطبق في كل مكان وزمان في العالم؟ في حقيقة الأمر فهم النظرية فهما حقيقيا، لأنه منذ ولادته، لو عدنا إلى ولادة علي بن أبي طالب، إذا وافقنا من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث وعمره 40 عاما، كان علي بن أبي طالب عمره 10 سنوات. ما الأمر الذي دعا محمد وهو لم على حد تعبير الفكر جزء من الفكر الإسلامي؟ من أعلم محمد هذا الوليد أن يأتي به من أمه ويلقمه، يمضغ الأكل ويلقمه؟ من قال لمحمد هذا؟ لماذا لم يختار غيره؟ لماذا لم يختار جعفر؟ لماذا لم يختار عقيل من أولاد أبي طالب؟ يعتذر أو يحلل بعض المؤرخين، يقول إنه أبو طالب كان مملق وكان أفقر من أبي مزلق. أبي مزلق كان يضرب به المثل بالفقور. كيف يكون مملق وهو ساقي الحجيج بيده سقاية الحاج؟ كيف يكون مملق وهو تاجر في ذلك الوقت يتاجر إلى الشام وإلى أما يكون التاجر يحتاج إلى رواحل؟ ثم إذا كان مملقا، أما كان الأجدر بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يعطي عمه جزء من المال بدل من ما يأخذ طفلا لم يبلغ صغير يلقمه؟ الطفل يحتاج أمه ويحتاج رضاعة ويحتاج. من الذي دعا محمد عليه الصلاة والسلام وفي ذاك الوقت لم يكن نبيا حسب تعبير الفكر الذي يقول هذا؟ نعم، من الذي دعا أن يحتضن علي من دون كل هذه الأمة؟ نعم، أحسن دكتور. هناك يد. سنتحدث في هذا السياق ونحلل هذه المضامين، لكن بعد أن نذهب فاصل ونعود. مشاهدينا الأحبة، فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا الأحبة، نعود معك دكتور محمود. كنا نتحدث قبل الفاصل عن منزلة الإمام علي عليه السلام في قلب الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن بذلك عندما نتحدث بهذا المضمون نحن نتحدث عن الإسلام. إذن ما منزلة الإمام علي عليه السلام في الإسلام؟ سيرة الأنبياء بصورة عامة، أو التاريخ الديني بصورة عامة، وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة خاصة، وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا، لا يمكن الابتعاد عن الجانب الغيبي في بعض مفاصله. هذا أمر منتهي من عنده، لأنه جزء من عقائدنا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جزء منا أن يؤمنون بالغيب. هذه قضية منتهي منها، لأن الله غيب، البعث غيب، المعاد غيب، كل كثير من عقائدنا غيب. هذه نقطة. النقطة الثانية، حدثنا القرآن الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فإذا حركة الرسول، قول الرسول، تقرير الرسول، فعل الرسول، كله ضمن الوحيانية. نعم، معجزة إلهية. النقطة الأخرى، نعم، لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما من حقه.
هذا تتفق المسلمون على أنه قول الرسول، فعل الرسول، تقرير الرسول أمر ديني بحت. هسه اكو اختلاف على انه قوله في الدنيا، هذا ما لنا علاقه به، ما نريد ندخل نخوض في هذا الحديث. اذا حركه الرسول حركه الهيه، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. شديد القوى الله سبحانه وتعالى. اذا حركه الرسول، فعل الرسول، قول الرسول، عاطفه الرسول تتبع الى شديد القوى. فالرسول عليه الصلاة والسلام التصاق علي به لا يكون عاطفة، لا يمكن أن يكون عاطفة، لأنه ابن عمه، أبو لهب عمه قريب من عنده. الرسول قال، القرآن قال تبت يدا أبي لهب، والعم أقرب من ابن العم وغير من أعمامه. العباس عمه، أولاد العباس أولاد عمه، يعني عند أبو عبد المطلب 11 ولد وعندهم أولاد. إذن هنالك لماذا اختيار هذا الوليد إلهي من دون غير هذه؟ إذن أكو اختيار إلهي، اختيار إلهي. وإلا لماذا يكون حب الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بهذا الكم الهائل من الأحاديث والروايات والتقرب، يكون على عاطفة لأنه ابن عمه؟ هذا أمر لا يدخل في الرسول. إذا كان لغير الرسول غير نبي يجوز تشتغل تعمل عند العاطفة، لكن الرسول لا تعمل عنده العاطفة. فتقريب علي إلى الرسول أو تقريب الرسول إلى علي قالها الرسول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وكذلك قال خلق الناس من أشجار شتى. هذه القضية بالذات، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هارون من موسى اجدد به أزري. موسى قال اجدد به أزري، هارون نبي. فإذا منزلة هارون من موسى، هارون معاون ومساعد ولصيق بموسى، لكن الأمر من الأول والأخير إلى موسى وهارون جزء من رسالة موسى. فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت مكمل، أنت متمم. إذن هو من حمل الراية الإسلامية حمل راية التطبيق بكل أجزائه، كل معاييرها، كل أجزائه. نعم. لذلك إذا استعرضنا حياته نجد أنه من عام 11 للهجرة إلى عام 40 للهجرة، هذه الأعوام نجد علي بن أبي طالب الأول، نجد في العلم، في المشورة، في التصرفات، في كل اتجاه. عندما يقال هناك في ذلك الوقت، عندما تقال كلمة الإمام ليس هناك غيره. هذا المصطلح يذهب إلى علي بن أبي طالب بدون منازع عند الكل. طيب دكتور، في هذا السياق كيف تعامل الإمام علي عليه السلام بفلسفته مع هذا المفهوم؟ هو المفروض يرسم إلى مستقبل الحياة. ترى الحياة أحداث متكررة. الإنسان ما دام نفس الإنسان، والأرض نفس الأرض، والسماء نفس السماء، فالأحداث تتكرر بشكل آخر. تختلف الأشخاص لكن تتكرر بشكل آخر. اللي كان يعبد اللات الآن أكو يعبدون براهما بوترا، ويعبدون بوذا، ويعبدون الأصنام، موجودين في كل وقت. حتى وإن تقدم، ادعوا التقدم في العلم وفي الحضارة، نفس الإنسان، نفس التفكير، ما يختلف أحدهما عن الآخر. فعلي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده الذين جاءوا بعده موازين تختلف، كل ظرف يحتاج إلى تطبيق للحياة. أولا تفسير القرآن يعودون إليه، متشابه اللي قالوا إنه متشابه، هذا متشابه من القرآن. المتشابه تشابه على أحدهم، لم يتشابه على الآخر. تشابه على هذا ولم يتشابه، ولربما بعضهم هو أسقط التشابه على بعض الآيات القرآنية، كما نجدها في كثير من الفكر. الآن داعش اللي كانت كانت تستعمل القرآن، تستعمل الجهاد، أخذت الجهاد
بشكلها هذا المتطرف. التشابه نعم. شبهتها على هذه العقول، ونفس العقول اللي ما تحملت رسالة محمد في حقيقتها، قسم منها باقية نفسها. فعلي بن أبي طالب تعامل على هذا. إذا جئنا إلى الأنظمة الإسلامية في النظام السياسي، علي بن أبي طالب عمل للرسول عليه الصلاة والسلام كونه قائد عسكري، وكونه مستشار، ولو الاستشارة الرسول لا يحتاج للاستشارة لأنه الوحي معه، لكنه فهم الإسلام بحقيقته، ثم فهم النظرية بحقيقته. لأنه ما الذي كان يجري في مسامرتهم علي بن أبي طالب في بيت الرسول منذ صغره؟ نعم. ما الذي كان يعده؟ نشأ وترعرع فيها. ما الذي كان يتحدث به؟ نعم. إذن لا حديث إلا للرسالة، لا حديث إلا لله، لا حديث. ففهم ووعى تماما علي بن أبي طالب الرسالة عندما فهمها حقيقة. وممن فهمها من مصدرها الحقيقي اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، من معدن الرسالة، عن طريق الوحي. فاتصال علي بن أبي طالب بالرسول والرسول عن طريق الوحي، إذن هو أفهم من غيره سمعها رواية، وهذا وعاها دراية وليس رواية. فقوله حجة على القاصي والداني. فكان مستشارا، تقادم، اختلفت طبعا في وقت أبي بكر وفي وقت عمر وفي وقت عثمان، الأحداث مختلفة. فتن، نظام اقتصادي في وقت عمر ارتقى حتى أثروا الصحابة، بحيث أحدهم على حد تعبير الطبري عندما أرادوا يقسمون مواريثه على الوارثين، الذهب يكسر بالفؤوس، كلهم عندهم ضيعات في كل مكان. وهذا أسقط الخليفة عثمان بعدين. هذا الإثراء علي بن أبي طالب كان الميزان. ذولا كلهم صحابة أجلاء، صحابة. عندما نتحدث عن واقع العدالة الاجتماعية وتطبيقها، فنحن نتحدث عن الإمام علي بواقع الصورة الحقيقية وانعكاسها لواقع العدالة الاجتماعية في كل مختلف العالم اليوم. فالإمام علي عليه السلام يتمثل إماما عالميا بواقع هذه العدالة. لربما اليوم نلاحظ أن العديد من المجتمعات العالمية والعربية والإسلامية يطبقون عدالة الإمام علي عليه السلام. لذلك عندما نتحدث بهذه الشخصية العظيمة فنحن نتحدث عن المعدن الأساسي لإنسانية الإسلام. فكيف استطاع الإمام علي عليه السلام في ذلك الوقت أن يؤسس هذه العدالة، وكيف كان يتعامل مع النظم الاقتصادية والنظم السياسية في آن واحد؟ نعم، تعامل مع الاختلاف النظم، مع ابتعاد بعض النظم عن الفكر الإسلامي. يعني النظام الاقتصادي، نظام الفكر الإسلامي نظام مساواة. النظام السياسي مرتبك الآن، شورى، ناص. إذا كان ناص فالمن المنصوص عليه؟ الشورى أين وقعت الشورى؟ أين وقعت؟ هل في السقيفة وقعت وأحداث فتنة ظلماء، أم في تولية الخليفة عمر، أم في الشورى في السادسة؟ مختلف. بهذا الآن مو حديثنا على هذا. فكان موقف لعلي بن أبي طالب في كل هذه الأحداث من النظام السياسي. أما من النظام الاقتصادي هو أيضا أثرى مثل ما أثرى الصحابة الباقون، لأنه يقسمون الأموال، يجب أن يعطى هو ويعطى الدرجة لأنه من المهاجرين ومن المسلمين الأوائل. لكنه نراه أنه رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. وين الأموال؟ هذا يكسر بالفؤوس وهو رقع مدرعته. جاء إلى الكوفة، ساكن هذا صرح بيت أخته أم هاني ساكن فيه. يا صفراء يخاطب الذهب، يا بيضاء يخاطب الفضة. غري غيري. هذا المبدأ يريد يحوله. لربما بعضهم يراها من نوع من المثالية. هو ابن أبي طالب يريد أن يقول هذا واقع،
هذه نظرية هذه محمد، الحقيقة. هذه رسالة الله. أنتم تقولون المثالية لا تطبق، أنا طبقتها، إذا شئتم تطبقوها فأنا أحد المطبقين لها. لينقل لنا حتى لا ننسى حديثنا الأول، لينقل لنا المنهج اللي قلنا نظرية إلى واقع مطبق. طيب دكتور، من هذا الواقع ومن هذا المنطلق الحقائقي عن الإمام علي عليه السلام، كيف تنظر إلى واقع هذا المنهاج اليوم بالأنظمة والتي تتمثل بأنها أنظمة من صلب الإنسانية والعدالة الاجتماعية؟ الصراع بين الخير والشر ليس جديد وليس منتهي. يعني إذا أخذنا من القصة القرآنية، قال إبليس انظرني، قال إنك من المنظرين. هذه جزئية التعبير القرآني كانت مخصصة لإبليس، لكنها القضية تأمر إلى مستقبل الحياة. هنالك صراع ما بين الخير والشر. بين الخير والشر. لو سيطر الخير على الحياة، نعم، أيبقي الشر يسير على قارعة الطريق؟ من الأمر لا يقبل. فإذا الشر لا يقبل للخير أن يكون يطبق. هذه الحقيقة على واقع الحياة بصورة عامة، واقع الإنسان لو عاد إلى بداية تكوينه لوجد أنه نطفة فعلقة فمضغة. وإذا هذا الإنسان اللي هو لا يساوي شيء، عندما يتطور ويكبر يقف أمام هذا المسير. خلي ينظر إلى نفسه، ينظر إلى ماضيه يجد أنه نطفة، ينظر إلى مستقبله جيفة نتنة. في حياته طيلة هاي الفترة بين النطفة وبين الجيفة هو يحمل ما يحمل. هذا الإنسان ينسى كل شيء، ينسى كل شيء. لذلك نرى أن الشر مسيطر على مر التاريخ، حتى نكون حقيقيين واقعيين. طيب دكتور، رسالات كثيرة نزلت حتى لا يسيطر الشر على خير الإنسان، لأن الإنسان فيه الشر وفيه الخير، لكن القيمة الحقيقية عندما يسلك الصراط المستقيم في طبيعة الإسلام ومبادئ الإسلام. فكيف يمكن لنا اليوم وبهذه الذكرى الأليمة أن نطبق سياسة الإمام علي عليه السلام بواقعية الإنسان بخيرها وليس بشرها؟ الآن قوى الاستكبار العالمي بصورة عامة، من الماسونية إلى ما يجري في العالم، من العداء بين من؟ خلينا نكون واقعيين. العداء بين من؟ بين كل قوى الاستكبار العالمي وبين هذا الهلال، الهلال كم يعني مدرسة أهل البيت كم تمثل من العالم مكانا وعددا؟ لا شيء. لماذا يخشى العالم من هذه؟ لماذا يقف عداء من هذه؟ قالها الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأصدق الحديث من الله ماكو. نعم، سوف نتحدث بهذا السياق، لكن بعد أن نأخذ فاصل ونعود لك مرة أخرى دكتور محمود. مشاهدينا الأحبة، فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا الأحبة، نعود معك يا دكتور محمود. كنا نتحدث قبل الفاصل عن واقع كيف للإنسان وواقع المجتمعات الإسلامية أن يتمثلوا لواقع الخير والشر، لكن هنالك محددات تتمثل بأنها معايير يستند عليها المجتمعات، لربما تتمثل بهذه المجتمعات بواقع قواعد ومنهاج تحقق العدالة الإسلامية، تحقق واقع سياق كيف خلق الله سبحانه وتعالى جانب الخير أفضل مما يتمثل بواقع الشر. ونحن اليوم
نتحدث بواقع من العولمة والتطور والتكنولوجيا، وشاهدنا كيف قوى الاستكبار العالمي وهم يدعون بأنها قوى أرادوا أن يتسيدوا واقع المجتمعات، وخاصة عندما أرادوا أو حاولوا أن يجعلوا من المجتمعات الإسلامية بل من الإسلام بحد ذاتها فوبيا. لكن هنالك رجال تمثلوا بالعقيدة الإسلامية وتمثلوا بالإيمان الذي جاء به الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حمل هذه الراية الإمام علي عليه السلام، ألا وهو ما يتمثل بشخصية وخطاب وكلمة الشهيد، شهيد القدس، الذي يتمثل بأنه السيد حسن نصر الله قدس الله سره الشريف. فكيف استطاع هذا الرجل أن يحقق هذا المنهاج بواقع المجتمعات اليوم ونحن نعلم جيدا هنالك تحديات كبيرة؟ أحسنت، أدخلتينا في نقل علي بن أبي طالب من الماضي أو من التاريخ إلى الحاضر بل إلى المستقبل. مفهوم الحضارة عند الغرب أو يدعون الحضارة مفهومهم مادي، لذلك انتهت الإنسانية عندهم، المادية أمام الإنسانية. فالإنسان ليس ذلك الكائن الحي الذي يسير على قدمين، أو ليس الحيوان الناطق كما يقول المناطق، لا، الإنسان يحمل في داخله أمر للإصلاح، لحركة الإصلاح، والإصلاح ليس فردي. إذا كان فردي يعيش حيوان يعيش لنفسه، يأكل أولا ثم ما يفيض إليه يعطيه الحيوان الآخر. لا، الإنسان يحيا اجتماعي داخل المجتمع، مصلحته داخل مصلحة المجتمع. عندما تكون المصلحة عامة الإنسان يكون هكذا. رسم للإمام علي عليه السلام، لماذا قلنا إنه هذه المدرسة التي حوربت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت الرسول في طريقه للعلاج، يعالج للانتقال إلى رفيقه الأعلى. وقف جزء كبير أمام هذه الدعوة، أمام تطبيق علي بن أبي طالب للدعوة، مع علمهم أن علي بن أبي طالب لا يعتدي على أحد، وعلي بن أبي طالب لا يأكل حق غيره، مع علمهم المسبق. نوحي عن الطريق. عندما نوحي عن الطريق، الإسلام سلسلة متصلة، فصم عرى النظام السياسي، أصبح سلسلتين. النظام السياسي عمل بنظام اقتصادي جديد، صار 3 سلاسل، 3 إسلامات. جاءت وقت عثمان تقريبا هزات هذه في الإسلام هزات كبيرة. عندما كان علي بن أبي طالب وصل إلى دفة الحكم ولجأت الأمة إليه، عندما لجأت الأمة إليه وأرادوه خليفة، يعني أرادوا أن يسير على منهج الذي ألفوه، وإلا ما الذي غيره علي بن أبي طالب أن يثور أقرب الناس إليه الزبير وطلحة وعائشة؟ على ماذا؟ على سنة غيرها، على أمر. إذا كان معاوية ذاك طريقة واحد، ذاك طريق أبيه، طريق أبو سفيان، واستمر هذا الطريق. ذاك طريق مخالف، لم يسلم وإنما استسلم. ذولا المؤلف قلوبهم ما أمرهم واحد، لكنه ما العمل اللي عمله الزبير، أو ما العمل الذي قامه الخوارج وقارعوه إلى أن قتل. هذا المقتل صراع خير وشر، مو صراع علي وحده. لو كان صراع مع علي لانتهى، لأنه صراع مع شخص، لكنه صراع مع منهج، لأنه علي أراد أن يطبق منهج الله سبحانه وتعالى، وإلا أرادوا أن يسير على نفس المنهج. قالوا اترك لنا الأموال الذي حصلنا عليها، وهذا حديث مع عبد الرحمن بن عوف في مع أثناء السقيفة، وطبق
نظامك الاقتصادي في مساواة العطاء. قال لو تزوجت به النساء وملكت به الإماء لطلقت النساء وأطلقت الإماء، من ضاق عليه العدل كان عليه الجور أضيق. إذن هذا لا ينفع، هذا لا ينفع هذه الأمة التي أثرت على حساب الآخرين. هذا المبدأ سار. لو رعدنا إلى كل الأئمة عليهم السلام ال12، ما الذي فعله الكاظم مع هارون الرشيد؟ وما الذي فعله الصادق مع غيره؟ ومع الذي فعله الباقر؟ جالس في مكان ويحدث. هذا المسجد يشهد الفقهاء اللي تحدثوا عنهم. ما الذي فعله؟ طيب أكو عشرات الفقهاء بل مئات بل آلاف الفقهاء، لماذا يختار هؤلاء الناس يقتلون؟ لماذا يقتل محمد الجواد وعمره 25 أو 23 عام؟ لماذا يقتل العسكري وعمره هكذا؟ ليكون مدرسة. إذن هو منهج، إذن هو شعلة منيرة في وسط ظلام دامس. هذه الشعلة تخيف، واستمرت مع مدرسة أهل البيت. هزات كبيرة وراء كل إمام هزة كبيرة في هذه المدرسة الذي أراد لها علي بن أبي طالب والزهراء عليه السلام والحسن وتضحية الحسين وهكذا. هذا السلسلة هذه الطاهرة من آل بيت محمد كلهم أرادوا البقاء ورسموا لهذه المدرسة البقاء، حتى عندما يمضون يبقى لهذه المدرسة، يبقى ميزان يزنون به هذا. نحن نعيش الآن في عصر الآن كل العالم ضد أصحاب أهل البيت أو مدرسة أهل البيت، ضد الإسلام بحد ما الأمر؟ نعم. يعني أما يعلمون أن الصهيونية والماسونية عدوة كل العالم؟ أما ممكن في هتلر في الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، وهذول كلهم يعلمون جيدا، بريطانيا تعلم، فرنسا تعلم، أمريكا تعلم أن اليهود والصهيونية هم ناس مغتصبين، وبالفور وضعهم في هذا الموقع. وهذا ندري به. وسايكس بيكو قسموا الأمة إلى حدود، وجاءوا بمن جاءوا من أصحابهم. نعم، ما الأمر عندما برزت مدرسة أهل البيت وقالوا نحن هنا؟ اجتمعت كل الأمم على هذا. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ ألم تقولوا أنها ديمقراطية؟ الشعب يريد يقرر نفسه ويريد يحتوي على نفسه. فالآن أكو، حتى نتحدث عن ما دمنا في علي بن أبي طالب، في واقعة الطف تقريبا مدرسة أهل البيت انتهت، لم يبقى أحد سوى زينب وزين العابدين، وكانت مصدر للإعلام. تمام، انتهت، بقت واحدة، زين العابدين بقي وبقيت زينب إعلام. وبعد سنتين توفت زينب عام 63. زين العابدين يعني شخص واحد بقى من هذه المدرسة، استطاع أن يتحدى. عظيم، ارتفعت. إذن أكو يد إلهية مع هاي، يد إلهية مع هذه المدرسة، وخلف كل إمام الواقفة، الأفضحية، وغيرهم، الزيدية، الكيسانية، وهي كثير. أحسنت، هنالك فرق ومذاهب شتى، ما نريد نتحدث عن هذا. نعم. فالآن إحنا نعيش في هذه حضارة قائمة. أنتم تقولون إحنا دولة عظمى وقوة عظمى. قوة عظمى تخافون من رجل واحد؟ من رجل واحد رسمت وخططت كذا لقتل قاسم سليماني أو قادة النصر؟ ما الذي دعاكم؟ ما عندكم رجال؟ إذن هذا الرجل يخيف. وغيره الآن الثاني أنطي. أحسنت دكتور. في هذا الإطار ذكرت جنابك بداية الحلقة أن المجتمعات الغربية أو دول الاستكبار العالمي يقفون على عصا واحدة، وهي ما تتمثل بأنهم يقفون على الماديات اللي رأسمالية والجانب أعداء الخير بصورة عامة. لكن المجتمعات الإسلامية لطالما القيم الأخلاقية التي رسمها الإسلام قائمة على معايير عديدة، وأهمها هي المنظومة الأخلاقية التي تتمثل بأن هنالك جانب روحي، جانب عقائدي، جانب إيماني. لذلك نلاحظ
أنه مهما يحاولون تشتيت وتمزيق بنية الهوية الإسلامية، هنالك نداء داخلي يصدر من الإنسان ليدافع عن أخيه الإنسان. هنالك من يتمثل بأن الإسلام يراعي شعور الإنسان الآخر، يحكم واقع هذه السلوكيات. لذلك هذه المعايير وهذه المنطلقات، وكيف يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا أن تغير هذه القيم، لا تستطيع. نقطة مهمة جدا هناك جهل وهناك جهل مركب. الجهل المركب يجهل أنه يجهل، بعضهم لا يعي ولا يعرف عدوه لحد الآن، ونسمع إحنا وموجودة الآن في بيناتنا يمنا، ما يميز بين عدوه وصديقه، وما يميز الصراع الدائر ماذا يكون، ما يميز بين الحق والباطل. هل هو صراع سياسي؟ هل صراع اقتصادي؟ لا يا أخي، صراع وجود، مو صراع حدود. صراع الصهيونية والماسونية والاستكبار العالمي مع شيعة أهل البيت، خلينا نكون واقعيين، هذا اللي قاعد يجري على الساحة، صراع وجود، أما أنتم أو نحن، أو هذا اللي موجود. وإلا شنو داعش كانوا مسلمين؟ كانوا سنة؟ لا أبدا، ضباط مخابرات معروفة وواضحة أبدا، ودربوا في مكانات. والآن اللي يجري في سوريا هذا صراع وجود، فنحن مع صراع الوجود. أما أن نوجد أو لا نوجد، فليفهم المشاهد، فليفهم السامع، فليفهم أن الصراع صراع وجود. هذا الصراع الوجود هل ينتهي؟ لأنه لربما قسم منهم يصير عنده تثبيط أنه انتهت جنوب لبنان أو سوريا انتهت أو العراق ينتهي أو سيخططون. لا أخوان، مو هذا. اليد الإلهية عندما ترافق الله أعظم. وقلنا في واقعة الطبقة زين العابدين وحده نهضت. هذا الأمر باقي ودائم، وإذا ما مسيرة الشهادة والشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفلان وفلان إلى حسن نصر الله إلى فلان بمسار واحد ومنهاج واحد. هذا منهج واحد، منهج الحسين رسمه أئمة أهل البيت، وأول ضحية الزهراء له، والضحية الثانية في المحراب، في هذا المحراب أمير المؤمنين. هذا هو رسموه هذا، وإلا هو اللي يصارع ماذا يريد. أما النصر أو الشهادة هو يعلم جيد. أحسن دكتور، في هذا لا تقف، هاي المسيرة لا تقف. نعم، في هذا السياق ونحن نتحدث من مدينة العلم النجف الأشرف، كيف تحلل لنا واقع الفكر الذي يصدر من النجف الأشرف أي من العراق إلى المجتمعات الإسلامية؟ في حقيقة الأمر نحن خلينا نكون واقعيين، هناك قصور كبير، أكو قصور، يجب أن نكون أكثر من هذا نشاطا، يجب أن نكون أكثر من هذا قوة. هناك قصور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بوجودكم دكتور، يوفق القصور، ونحن أحد المقصرين حفظكم الله. لكنه نحتاج إلى تزامن، يعني تماسك. يعني هالفضائيات الآن اللي عندنا الآن الموجودة، المفروض هذه الفضائيات أكو لقاءات في بيناتهم، يقدم شيء ويقدم شيء ويتفقون على شيء، وإحنا هذا القصور يعني لربما رأي خاطئ أنا وبعيد عنه. حفظك الله ورعاك دكتور، نحن نشكرك جزيل الشكر ودمت بخير إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك مشاهدينا الأحبة، وفي ختام حلقة اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى الملتقى.